فتشخيص مرض في القلب حاجه بتخض الناس، لكن مش بالضروره ان دي حاجه تبقى محتاجه علاج طول العمر. محتاج ان هو صحيح دايما التشخيص المبكر هو احسن حاجه تساعد ان احنا نبقى فاهمين جسمنا، فاهمين المشكله اللي عندنا ايه. هل محتاجين علاج دوائي اصلا ولا لا، ولا بس تظبيط عادات غذائيه؟ هل محتاجين علاج تدخلي ولا لا، سواء جراحه او قسطره؟ كلام في امراض القلب، في عيوب القلب الخلقيه، في اصلا حاجات بنسميها سيمبل ليجنز او حاجات بسيطه، يعني ديفكت بسيط هو هيخف لوحده، هيتحسن لوحده، او هيبقى زي ما هو لكن ليس له تاثير. وبالتالي فلاقوا الناس اللي عندها الحاجات البسيطه دي زيهم زي النورمال بوبيوليشن او زي الناس الطبيعيين في العمر، في الرياضه، في المجهود. وبالتالي مش كل واحد اتسمع عليه حاجه على قلبه او تشخص بحاجه في القلب بالضروره ان هو بقى خلاص مريض مزمن وهيموت. ومفيش يعني القصه دي الحقيقه يعني فيها سنه مبالغات شويه.